قبل المغرب بنص ساعة كانت العيال تخرج للوسعية اللي قدام الجامع بتاع البلد تستنى الأذان. مين بقى اللي كان بيدى المغرب؟ مين؟ عمك الشيخ حسن هيص. لسه الشيخ حسن ما طلعش. لا لسه بدري. لسه بدري انت الاخر، الشمس احمرت اهي. المهم عمك حسن كان بيبقى نجم النجوم في البلد طول شهر رمضان. بعد رمضان محدش يعبره. ليه؟ لأن هو اللي كان بيدى المغرب عشان الناس تفطر، وكنا كلنا نفضل واقفين باصين ناحية المدنة عينينا متعلقة بيها. أول ما عمته تظهر تلاقي العيال هاصت. بعد كده يمد إيده في جيب السديري يطلع الساعة ويفتحها، نسمع تكة الغطا وهو بيتفتح ويبص فيها. وفين بقى لما يرفع ايديه حوالين ودانه. الله أكبر. وفي ثواني يكون الميدان ده فاضي، ما فيهوش غير عمك الشيخ حسن هيص بيكمل الأذان لوحده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله، دي جميلة خالص يا بابا. هي يا بنت اللي جميلة خالص دي. التفاصيل اللي حضرتك فاكرها بكل دقة دي زي ما تكون فيلم. بحبها يا ريم، بحبها قوي. فترة البراءة والنقاء المدهشة دي. طب بقى ما حكيتليش على موضوع المرجيح؟ أيوة يا ستي، بعد رمضان جه العيد الصغير اللي هو عيد الكحك والبسكويت والغريبة. اه طبعا عارفاه، مش ده بتاع العيديات بقى والهدوم الجديدة وزيارات الأهل؟ أنا قريت على كل الحاجات دي. زمان بقى كانت الطقوس دي معمول بيها ومهمة جدا، يبقى في كل بيت في كحك وبسكويت وغريبة. كل طفل من القرية معاه فلوس. لمعت فكرة في ذهني. اللي هي فكرة المرجيحة. بالظبط، المرجحة البدائية بتاعتي. فتحت صاحبي مرعي في الفكرة. عملت فيها ايه؟ نشغلها في العيد، نأجرها للعيال بعد ما نزوقها ونوضبها ونعمل لها قعدة عشان تجيب فلوس. اللي عايز يتمرجح الدور بمليم، اللي عايز يتمرجح الدور بمليم. اللي معهوش مليم يا مرة ينفع كحكاية؟ يلا ينفع. يلا بقى يا أحمد يا عربي عايزين نتمرجح. اقف طابور يا ولد، اقف طابور، اقف يا ولد، اقف الواد ده، يلا اقف اقف، الشات جوه، اقف جوه، اقف خش لموا منهم يا مرة، دور مليمة وكحكاية. ينفع غريبة؟ لا اثنين، الغرابة اصغر من الكحكاية. شوف حاجة لما فيها مرة. يلا عيال، يلا يلا اقف، يلا تعال اركب. بص بقى يا مرعي، احنا نقسمهم على 3 اكوان. ليه بقى؟ مش احنا متفقين نبقى شركة؟ اه واحنا شركة. طب احنا 2 بس، هنقسمهم على 3 ليه؟ هي المرجحة ملهاش نايب، أنا وانت والمرجحة يبقى 3. أنا وأنت والمرجحة. ماشي ماشي يا عم. واني لا انت ما اشتغلتيش معانا. يا سلام، سوقت معاك المرجحة. هبديه شوية من نصيب المرجحة. طب والملالين هنقسمهم على 3 برضو؟ كله على 3. يعني هتاخد نصيبين وانا نصيب واحد؟ مش المرجحة دي بتاعتي يا مرعي؟ وايه يعني؟ ماني طول النهار ما روحتش بيتي ولا خدت عيديات من قرايبي. بكرة هتاخد واني كمان. بص يعني انت كلامك صح، والمفروض كل حاجة تقسموها على 3، بس عشان خاطر مرعي صاحبك تقسموها على 2 بس، النص بالنص، ويكون في علمك انت وهو اخر مرة تعملوا الحكاية دي، مفهوم؟ ليه ياما؟ ده احنا كسبنا 20 مليون في يوم واحد. اللي بقوله يا واد يتسمع. وبعدين هو انت ناقصك كحك ولا بسكويت؟ ما البيت مليان، ولا انت فاكر ان حد هياكل الكحك والبسكويت اللي انتوا جايبينه دي؟ اه طبعا هناكله. والله ما حد يدوقه ولا يحطه في حنكه، ده انتوا طول النهار تفعصوا فيه بايديكوا اللي زي الزفت. يلا يا واد قسم وخلصني. امال هنعمل ايه في الكحك دي؟ هيترمي للفراخ يا فالح. ما همنيش الكحك والبسكويت اللي اترموا، لكن اللي همني قوي ال10 مليين اللي كسبتهم. تاني يوم خدتهم وخدت العيدية بتاعتي ورحنا المركز، حتة اسمها حارة العيد.
العب. انت اول مره تيجي حرس العيد؟ ايوه. لا انا جيت كتير قوي مع حسان اخويا. واني برضه. وشفت السحر اللي بيطلع حمام من مناخيره. حمام من مناخيره؟ اه والله، وقروش وكل حاجه. شفته يا مرعي؟ لا انا ركبت الساعه القلابي وفتح عينك تاكل ملبن والملين باربعه، لكن ما شفتش السحر اللي انت بتقول عليه ده يا حسن. اهي دي بقى اللعبه اللي انا بحبها. خش لي بط. هكسبك. طب برهان. انت جعجع يا هلا. الميه الكابتن الغطاس. طب انا لو لاني اللو. احمد العربي اللي يحكم بينا. هو فين احمد العربي؟ بص بص شوف. حسيت اني عاوز اطير، عاوز اخليها تعمل دورة كاملة، تلف لفة كاملة في الهواء، لكن المرجحة كانت محكومة. ساعتها شفتها، نفس المرجحة دي شفتها في بلدنا، وعيال البلد كلها وشبانها بيركبوها ويطيروا بيها. في بلدنا؟ ايوه يا مرحب، زي المرجحة اللي كنت طاير عليها دي. ايوه يا حسن، زيه ويمكن تبقى احسن مني. بس تتنصب فين؟ فين؟ في الوسعاية، في الوسعاية اللي قدام الجامع، واللي يتمرجح الدور بقرش. ومين هيدفع لك قرش؟ عيال كتير وكبار كمان. يا سلام لو احنا في المركز. بس لو احنا جدعان بقى نخليها تلف لفة كاملة، مش زي بتاعة المركز. دي كانت توقع الناس من فوقها. بيتهيألك لو كانت بتاعة المركز تنفع كنت لفيت لك بيها لفة كاملة، ما كنتش هقع. ودي نعملها احنا ازاي دي؟ دي تجيلها بجنيهات كتيرة قوي. عشان كده لازم نلم تمنها الأول. منين؟ نشتغل، الصيف قدامنا طويل، ولم الدودة وجمع القط هيجوا قبل العيد الكبير. لو انت عايز تعملها على العيد الكبير؟ ايوه 4 أيام، العيد الكبير 4 أيام. في اليوم الواحد نكسب لنا فيه كتير. انتوا معايا ولا لا؟ معاه. وممكن نجيب الواد رضوان وعرفة معانا، وزكريا سلمى النجار. بس على شرط الموضوع ده يفضل سر بيني ومحدش يعرفه خالص. اتفقنا. نقرا الفاتحة على كده. شوفوا يا عيال ايدي متشرحه ازاي. احنا ايدينا كلها اكيد. عشان ايدينا مش متعودة على الشغل، بكرة تاخد. ايوه بس ده صعب قوي يا احمد. عاوز ترجع في كلامك؟ اللي يرجع في كلامه يبقى عيب. لو احنا لمينا كام لغايه الوقت؟ 5 برايز. ياه ده لسه بدري قوي. امال هنقابل زكريا النجار امتى؟ لما نكمل جنيه مصحح نبقى نروح نقابله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. شدوا حيلكوا يا بنات مفيش وقت. خدي بالك يا بنت، خدي بالك لا يشيط. شايفه ابنك يا عائلة؟ خدي يا ليلى نيمي سلح اخوكي جوه. سامي ابن مين؟ هيكون مين غير احمد اللي وجع قلبي؟ سلامة قلب ماله أحمد؟ هيفضحني في البلد، رايح شغال اجري في غيطان الغير ومش عايز يشتغل في غيط ابوه. لا يا شيخ. والله ده اللي سمعته. طب خد امسك دي هاتي. وديه. طيب
يلا يا نجاة هتهمي شوي. قومي انت يا حسن، قومي سيبي اللي بتعمليه دي. قومي غيري هدومك وضبي روحك شوي. يا خالتي أنا يا بنت اسمعي الكلام، هتفضلي لحد امتى من غير جواز؟ يلا يا اختي يلا. حسنى فضلت سنتين ولا 3 ترفض أي عريس يجيلها لغاية لما جالها عم فرج السواق. بصراحة ما كانش يترفض، راجل طيب ووحداني وعنده عربية. عربية ملاكي؟ ملاكي ايه؟ عربية أجرة بين بلدنا والبلاد اللي حوالينا والمركز. وانشغال أبوي وأمي في حكاية الخطوبة دي هو اللي خلاهم يبعدوا عينيهم عني خالص. تعال يا احمد. اتفضل يا فرج. اتفضل اتفضل. قوم يلا فز غير هدومك. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. اهي هي دي. دي تعبانه قوي. الشمس واكله الخشب. ما تنفعش تصلح وتدهن. الخشب نفسه ضعيف يا احمد. الضعيف نشيله ونغيره، الجامد نسيبه. الالوان بتاعتها كويسه. هو ده المهم، الباقي يتغير. طب يلا شوف ايه اللي محتاجاه ونروح نشتريه من المركب، وبالمره اوريك المرجحه اللي عايزه تبقى زيها. انتم معاكم فلوس على كده؟ ايوه معانا ما تخافش. ده تحتاج سلسله حديد وخشب ابيض وقليل يتنصب عليه وطبليه تركز عليه. معانا جنيه اهو. هيقضي ايه ولا ايه يا احمد يا عربي؟ لا مش هينفع. السلام عليكم. استنى بس يا زكريا، انت تبدا شغل فيه والحاجه اللي هتحتاجها هنجيبها لك. لسه الوقت قدامنا طويل. هنشتغل فين؟ ورا دارنا في حته واسعه ومداريه، محدش هيشوفنا واحنا بنشتغل فيه. ودي هتتنقل من هنا ازاي؟ النهارده هجيب الحمار بتاعنا ونحملها عليه ونبقى نبدا الشغل من بكره. طب هات الجنيه معايا. لا شوف انت عاوز ايه واحنا نبقى نجيبه لك. واجرتي؟ اللي هنتفق عليه انا ملزوم بيه على داير الملين، لا اما بقى تبقى شريك معانا لو تحب. خلاص نقول الاول ونشوف. زكريا زلمة النجار دخل شريك معانا بأجرته، وبقينا نواصل النهار بالليل في الشغل عشان ما يروحش مننا العيد الكبير الموسم بتاعنا.
الخير عليك. سنور يا ابو احمد، عشيك. الواد ابنك ما رجعش برضه؟ يا اخويا احنا في اجازه، ما تسيبه يلعب بدل ما هو محبوس طول السنه في المذاكره. لا بيذاكر ولا بيتنيل، ده حتى ناجح على الحروق. حضري العشاء لابوك يا حسني. مش عايز اتعشى. خلصتوا؟ يا اخويا قربنا خلاص اهو. الفرح 5 يوم العيد وانتم لسه ما خلصتوش حاجه الفرش. كله هيجهز باذن الله، ما تشيلش هم انت بس يا ابو احمد. انا اللي مش قادر افهمه، الواد ده بيروح فين؟ وبيودي فلوس الشغل فين؟ بقى دي لو كان راجل بصحيح مش كان ساعد في جهاز اخته؟ احمد يوجدك حاجه يا ابو احمد. يا اخويا بس هو يجيب مصاريف المذاكره بتاعته والكتب والكراريس والاقلام. اهو انت اللي هتخسريه بدلعك ده يا عائلي. طب لما اشوف والله ماني راجع عنه. مين؟ انا احمد يا حسني، افتح. ايه اللي اخرك كده؟ ابوك هيموتك. طب افتح الباب. لا، لف ونط من الشباك، لو دخلت من الباب ابوك هيسمعك وهو مستحلف لك لما ترجع. ممكن بقى تفهمني انت بتغطس فين كده طول النهار والليل؟ هكون بروح فين يعني؟ بلعب. بتلعب فين؟ في البلد. في البلد؟ احنا قلبنا عليك الدنيا النهارده واختك لفت عليك البلد. احمد، انا اختك حبيبتك، قولي بتعمل ايه وبتروح فين؟ هقول لك والله يا حسني بس مش الوقت. اشمعنى؟ اصلا انا حلفت على المصحف ما اقول. احمد صدقني يا حسني انا عمري كدبت عليكي. هتقولي يا احمد؟ مش الوقت. انا والله مش بعمل حاجه وحشه وبعمل حاجه كويسه، ولما تعرفيها تفرحي. تصبحي على خير. بالحق عاوز اطلب منك طلب. ايه؟ عاوزك تسلفيني قرشين. اسلفك؟ ايوه برجعهم لك في العيد. خلاص العيد ما عادش عليه حاجه، عشان خاطر يا حسني والنبي. هتعمل بيهم ايه؟ ما تسالنيش الوقت. في العيد هقول لك على كل حاجه، هرجعهم لك وارجع لك مكسبهم كمان والنبي يا حسني. أنا عارفة ومتأكدة إنك مش ممكن تعمل حاجة وحشة يا أحمد. تعال. الله 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 الله، انت دخلت البيت ده ازاي يا علي؟ مش أنا دخلت عشان أنام، لقيته نايم في أوضتي، أتاريه هنا من بدري وإحنا ما خدناش بالنا. ايه والله؟ أيوة يابا، أنت قلقت ليه الوقت؟ انا بدي اعرف الواد ده بيجيب بره فين كده بالليل وبالنهار؟ بيلعب. انت بلعت لسانك يا علي؟ ما بتردش عليا ليه؟ انا بشتغل. اجري في ارض الغير يا علي. الشغل مش عيب يابا، وانت قلت كده بنفسك كذا مره. في ارضك مش في ارض العالم، خيطك اولى بيك. البركه فيك يابا، انت قايم بشغل الغيط. انا عاوز اساعدك في مصاريف البيت وجهاز حسن اختي. جهاز حسني؟ ايه والله، وبكره تشوف. امتى بقى ان شاء الله؟ في العيد. ليك عليا اجيب لك الفلوس اللي ناقصاك كلها، هشيل عنك جهاز اختي حسنى كله يابا. خدت من حسنى ريال كانت محوشاه، وكل عيل جاب اللي يقدر عليه، وكل حاجه كانت بتسجل في دفتر سميناه دفتر المرجح. انا عاوزه تلف لفه كامله. ازاي يعني؟ يعني بدل ما تطلع فوق وتنزل تحت، لا انا عاوزه تلف لفه كامله في الهواء. يا نهار اسود، دي توقع اللي راكبها. لا ما تخافش، اللي يقدر يلف بيها لفه كامله يلف، واللي ما يقدرش ينزل بيها تاني. لا يا عم، دي معرفش اعملها. امال مين اللي هيعملها دي؟ حداد. بس بتهيألي يا احمد دي خطوه. لو حد وقع منها يدش. انا موافق احمد على فكرتي. طب انا هاخد زكريا ونروح للحداد وانتوا كملوا شغل، ما عادش وقت. يلا يا زكريا. يلا كفايه كده. خلاص اهو بنزوق بقرشين راحوا جابوش بقرشين ولا بيتوش بقرشين بنزوق بقرشين راحوا جابوش بقرشين ولا بيتوش بقرشين. عجبك الولا اخوك يا حسني؟ لحد دلوقتي لسه ما جاش؟ الليلة ليلة العيد يا خالتي، وعيال البلد كلهم سهرانين صباحي. لو عرف بس الواد ده بيعمل ايه؟ زي ما يكون سر غميق ومش عاوز حد يعرفه. هتلاقيها حاجه خايبه. لو الواد ده يفكر في المدرسة والمذاكرة زي ما بيفكر في اللعب. شكلها كده مش لعب يا خالتي. تكون ايه يا اختي؟ أني عارفة، ده بيقول لأبويا سيب جهاز حسن عليا وما تشيلش همه.
يا اختي اسم الله اسم الله. طب هو بس يجيب مصاريف المذاكره بتاعته. شكله والنبي هيعملها المرة دي يا خالتي. عارفة يا خالتي أحمد مخه كويس قوي في الحاجات اللي تجيب فلوس. احنا مش عايزينه يجيب فلوس الوقت، احنا عايزينه يتعلم. لازم يا ولاد يبقى له قيمه ومركز، لو بقى له قيمه ومركز هيضلل علينا كلنا. على قولك يا خالتي، أحمد حنين قوي وعلى صغر سنه لكن راجل. يا سلام يا ولاد، يا ما نفسي اغمض عيني وافتح لي الاقيه زي ماني بحلم بيه. بتحلمي بيه ازاي يا عائلة؟ راجل مال وهدوم، طول بعرض بقيمه، راجل متعلم والناس كلها تشاور عليه. احمد نعمان العربي اهو يا ولاد، احمد نعمان العربي راح، احمد نعمان العربي جه. يعني هو ما ينفعش يبقى له قيمة غير بالعلام؟ ايوه امال، الايام اللي جايه دي عايزه المتعلمين بجد، والواد مخه نضيف، لو سندوا بالعلام ما هيبقاش حد زيه. كلنا كنا حاسين بالرعب. ليه؟ ممكن قوي ما نلحقش نخلص، وممكن بعد ما نخلص المرجحه ما تشتغلش، او يحصل مشكله في الفرمله اللي بتوقف المرجحه، او في الحلقه اللي جبنا الحداد يركبها عشان تلف. مسؤوليه كبيره قوي وقدام البلد بحالها. مش هنلحق مش هنلحق. اشتغلوا يا عيال، يعني مش هنلحق. هنلحق ان شاء الله هنلحق. اشتغل. شفتها هي ايه دي؟ المرجحه يا ريم، شفتها شغاله قدام الناس والكل واقف مبهور قدامها. المهم لحقتوا تخلصوها في الوقت المناسب؟ كنا في سبق مع الزمن، وفي الوقت اللي كل الناس فقدت فيها الامل ان احنا نوصل لاي نتيجه، انا الوحيد اللي كنت متمالك اعصابي وكنت متاكد ان احنا هنخلصها في الوقت المناسب. كان خلاص انا كده خلصت. صلاه العيد قربت كمان والوقت خلصت. بيعدي بس مننا. لازم نركبها ونجربها الاول. انا ما بقاش كده. يلا مفيش وقت، ركبوا ونجربها هناك. صباح الخير يا اولاد، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. انت طيب يابا، فين العيدية يابا؟ ما ينفعش العيديه الوقت، ما ينفعش ليه يعني؟ بعد الصلاه هنذبح، بعد الذبح كلكم هتاخدوا العيديه. امال احمد فين؟ احمد سابقك على الجامع. وانت يا محمود مش هتيجي تصلي معايا؟ لا انا هخليني مع الخروف. طيب السلام عليكم. عليكم السلام، ادعي لنا يا ابو احمد. ان شاء الله ربنا يكرم. يلا يا بنات قوموا البسوا هدوم العيد يلا. شايفين اخوكم وعمايله؟ الولد دي هيجنني والله. يلا عشان ننقلها. هننقلها ازاي؟ تعالوا يا عيال. كل واحد يروح يجيب الحمار بتاعهم ويجيب معاهم سلبة عشان الجر. يلا بسرعة. الناس كانت بتحتفل بالعيد والذبايح وتلبس هدومها الجديده، واحنا ما دخلناش بيوتنا طول يوم الوقفه ويوم العيد. كل سنه وانت طيب يا حماد. وانت بالصحه والسلامه يا اخويا. ايه ده؟ الظاهر نقلوا حط العيد هنا.
ايوه ليلى. هات العيدية بتاعتي عشان اتمرن، وانا كمان عاوز العيدية. يا ولاد مش تعيدوا على عبانكم، خد يا اختي هديتك اهي. خد يا استاذ. كل سنه طيب يا فندم. سنه طيب يا حبيبي. انتوا هتاخدوا الفلوس تركبوا بيها المرجحه؟ ايوه يابا، دي مرجحة حلوة قوي. بلا مرجحه بلا كلام فارغ. دي مرجحة احمد اخويا يابا. المرجحه دي بتاعت احمد؟ جابها منين دي؟ يا ساتر يا رب، بص الولد بيعمل ايه؟ ربطت الصابون اللي فوق دي كويس يا علي. استر يا رب. يا ساتر استر يا رب. يا ساتر استر. ولا يا احمد انزل يا ولد، يا ولد انزل. ولا كاني كنت سامعها. كان كل همي اني احمس العيال عشان يركبوا ويعملوا زيي. الضرب قرش ساعة، كل واحد طالع فلوس في ايده. مرعي اللي هيلم الفلوس يا زكريا. طب يا ولد اقف اقف. طابور طابور يا ولد، طابور. سموها الفوقانية عايز تتربط عليها يا مرعي. تعالى يا ولد، تعالى تعالى. شفتني وانا طيب؟ بقول لك تعالى يا ولد. خلي بالك يا مرعي، انا مش هتأخر. امشي قدامي، عامل لي زي العصابه يا ابن نعمان، والنبي من يراجع عنك، والنبي من يراجع عنك. خد يا ولد. خلاص بقى يلا سيب ايدي بقى. ماني سايباها لما ابوك يجي يا اخويا يشوف له صرفه معاه. انت خدت عليا عشان كنت طايره على المرجحه. ياما ما تخافيش، انا كنت قاصدها. لا يا احمد مالكش حق، المرجحة نفسها ممكن تنكسر. لا يا حسن، ما هو احنا عاملينها عند الحداد ومجمدينها على الاخر، واني قلت لهم يجمدوا على الصمونه الفوقانيه. تعالى يا ابو احمد، تعالى شوف ابنك ده اللي مش راجع لما رقبته تتقطم. تعال يا احمد، حضروا لنا الفطار يا ولاد. فطار ايه؟ مش لما نذبح الاول؟ تعال. منك لله، نسيتنا كل حاجه. اقعد. فهمني بقى، انتوا جبتوا المرجحه دي منين؟ وبكام يا علي؟ احنا اللي عاملينها على ايدينا يابا. دي مركبه دي ما كانت مرميه على البحر وجددناها. وانتوا اللي عاملينها؟ ايه والله، بس احنا عملناها جامده خالص عشان ما تقعش. شوف يا اختي الراجل بقى، انت قاعد تتسير معاه وهو رقبته كانت هتتقطم. يما افهميني، انا عملتها مره كده بس عشان العيال بتوع البلد يغوها ويركبوها. انت شفت العيال اللي كانوا عايزين يتمرجحوا قد ايه؟ يجي 1000. ايوه يا اخوي، عشان حد فيهم يقلدك يقع تنكسر رقبته ولا يجرى له حاجه نروح في داهيه. ولا يا واد مالكش دعوه بالهبابه دي خالص. ماليش دعوه ازاي يما، دي فلوسي، دي شقايه طول الصيف في الغيطان. يما سيبيني اروح لحسن العيال ياخدوا الفلوس ويضحكوا عليا. ماني سايبك يا واد. يما الفلوس هتروح، احنا هنصيبها في العيد بس وهغرقكم فلوس. خلاص يا عيلي، سيبيه. بس على شرط يا احمد، ايوه يابا. محدش يلف بيها بالطريقه اللي انت بتلف بيها. اتفقنا؟ اتفقنا يابا. مش هتمسك عليا الخروف عشان نذبحه ونسلخه. اصل عندك يابا انا مش فاضي. طب غير هدومك دي والبس هدوم العيد يا علي. والله الواد ده مخه نضيف يا عيلي. ايوه يا اخوي في الكلام الفارغ. بس دي مرجحه بحق وحقيقي زي بتوع المولد. هات السكينه يا حسني. اهي المرجحة دي اللي كان بيغيب عشانها طول الوقت ومضيع فلوسه عليه. بس دي ممكن تجيب فلوس ياما يا اولاد، ده مشروع عال. هو ده اللي انت شايفه بس وما شفتوش وهو طاير بالمرجحي واني قلبي كان هيقف؟ والله الواد ده هيبقى ليه مستقبل عالي يا اولاد. ما يحطش دماغه في حاجه الا لما يعملها. ونجح المشروع جدا، وزي ما كنت متخيله بالظبط. كسبته كتير. برضه جدا، لكن للاسف التجربه ما كملتش. ليه؟ الطمع يا ريم. زي ما جدودنا دايما بيقولوا، الطمع يقل ما جمع.
الطمع دخل من الباب، المشروع كله طار من الشباك. دلوقتي الفلوس بدل ما اشيلها مرعي كده كل واحد ياخد حقه ونخلص. لا، محدش هياخد مليم الا لما نقعد ونقسمها بالحد ومصلحه. يعني ايه؟ لا انت هتعملي فيها رئيس يا ابن نعمان؟ وعلى كده هاتي فلوس، دي بقى الفلوس انا هسيبها اهو. انت انا كبير شيلك عنه. تعمل لي فتوى يا ابن زلمه. انا عايز نصيبي، احنا شركة مع بعض يا حسان. ما تديله نصيبه يا احمد من غير خناق. احنا مالناش لا، بس احنا نقعد ونقسم كله بالحق والمستحق. اهو الحق والمستحق ده بقى اللي انا مش فاهمه، انا هاخد النص وانتوا تقسموا النص الباقي عليكم. انت هبل انا ولا بتستهبل؟ ما انا لو ما خدتش حاجه دلوقتي هاخده بدراعي. دراعك ايه ده كنت اكسرهوله. بالراحه يا جدعان، بالراحه يا جدعان، مش كده. في ايه يا احمد؟ بالراحه. وراس ابوك يا ابن نعمان المرجحه دي ما شغاله تاني، يا اما كسرها لي. لا، ده انت بقى مش هترتجع الا لما رنك علقي. قبل ما تحصل الخناقه دي كنا حققنا ربح يوميها 5 جنيه. وطبعا ده مبلغ كبير في الزمن ده. مهول، ده مرتب المدرس ما كانش بيوصل 5 جنيه. طب عملتوا ايه بالفلوس دي؟ وزعناها طبعا بعد ما تدخل الكبار. الولاد ما كانوش مصدقين انهم ممكن يكسبوا مبلغ زي ده في يوم واحد. انا بقى كان عندي تصورات وتخيلات ازاي ممكن اكسب ارقام خياليه من المشروع ده، وطبعا ده عن طريق لفه على كل القرى اللي حوالينا. لكن المشكله اللي حصلت خلت اهلي يقرروا انهم يبيعوا المرجح، عشان كده بعتوا يجيبوا واحد من المركز يشتري المرجح. ابن عمان يا عربي يا احمد. مساء الخير. سنو ازيك يا نجاة؟ ان شاء الله تسلم. امال عم نعمان موجود؟ اه في المنظره جوه، اتفضلوا اتفضلوا. يا ساتر يا ساتر. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا. اتفضل اتفضل، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل، بيتك ومطرحك، اهلا وسهلا، اهلا. عم شكوكو شاف المرجيحه يا ابو نعمان وعايز يشتريها. لا، اقعد يا علي، مش عايزين مشاكل، اقعد يا علي انت هو. اتفضل اقعد يا شكوكو. شفت المرجيحه؟ ايه رايك فيه؟ يعني ايه ده؟ مش فاهم. مش بطالة. مش بطاله. كلامه اللي بتقوله ده يا راجل، دي مرجيحه معتبره، دي ولا احسن مرجيحه في حاره العيد. دي بتلف يابا، مفيش مرجحه في حاره العيد بتلف. 5. 5؟ كلامه اللي بتقوله ده يا راجل. دي جايبه 5 جنيه في نص يوم. لا ما ينفعش يا عم شكوكو، ده مبلغ قليل قوي. اللي معايا. يفتح الله، احنا هنوديها المركز ونبيعها هناك. اسمع يا عم شكوكو، اسمع. علشان نخلص، المرجحه دي ب 10 جنيه. موافق؟ اهلا وسهلا. مش موافق ربنا يسهلك. كان راجل غريب وشكله غريب، ما تعرفيش كان بيستعبط ولا مسطول ولا بخيل ولا نصاب. من هنا لهنا خدها الراجل ب8 جنيه، دفع نصهم ساعتها والباقي من اللي جابه من تشغيلها في البلد تاني يوم. قرب فتح عينك تاكل ملبن. قرب العب واكسب. قرب المليين ب4. قرب اللفه بنكله. قرب اللفه بنكله. قرب. كان الموقف صعب علينا قوي لما رحنا وشفنا مرجحتنا بيشغلها حد غيرنا. تصوري الحلم الطفولي البريء ده
لما يقوم عليه مشروع استثماري بيعتمد على النصب وسرقة فلوس الولاد. وده أول درس اتعلمت منه، إني لازم أكون مسيطر على مشروعي من أوله لآخره. مش نقوم ننام بقى؟ ايه ده؟ تعبت ولا ايه؟ جدا. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا صبري. يا صباح الجمال. صاحيين بدري النهارده ولا ايه؟ جدا. انا دكتور كنت عايز يعني حضرتك في موضوع كده. خير يا صبري. احنا قاعدين هنا كتير. احنا ما بقناش 10 ايام، والاتفاق ان احنا نقعد هنا شهر. شهر؟ ان شاء الله ربنا يعديه على خير. بس يا دكتور انا عايز اقول لك حاجه، انا كل يوم بيحصل لي كابوس وبحلم حلم مش مظبوط، فعايز اتصل بالولاد وحضرتك محرج عليا ان انا ما استعملش التليفون. لا كلمهم، بس ما تقولهمش احنا فين. احنا فين؟ ده انا اساسا مش عارف احنا فين. انا اخر حاجه شافتها عليا واحنا جايين قناه السويس. ما تيجي كده بسم الله معايا كده نفطر مع بعض يا دكتور. لا متشكر، انا مش شايف. طبعا اذنكم. استنى يا حاتم اما اعرفك على بابا. بابا ده حاتم بيشتغل هنا تور جايد. اهلا يا عادل. اهلا يا فندم. وكمان خريج مدارس العربي. حقيقي؟ هايل. اتخرجت فيها سنة كام؟ انا خدت الثانويه العامه من هناك وبعد كده رحت سياحه وفنادق. اشمعنى يعني؟ يعني الشغل فيها اسهل واسرع من اي حاجه تانية. برافو عليك. واستفدت ايه بقى من مدارس العربي؟ حاجتين يا فندم مأثرين عليا في كل حياتي. اللي هما ايه؟ الانضباط واللغه، ودول مهمين جدا في شغلنا. لا عظيم. طب اسمع بقى، انا عايزك توضب لنا تور كده غير تقليدي. من عينيا يا فندم، سعادتك تؤمر. متشكر يا حاتم يا فندم. حاتم. شرفت قريب. بعد اذنكم. مع السلامه. يلا يا عم الدكتور. يلا بينا بقى يا كوكو. تعالي. الو، حد جنبك؟ لا مفيش حد. ماهر في مكتب سعادتك. كويس. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. مفيش مشاكل؟ لا في طبعا، بس كله اندر كنترول يعني. وماهر عامل ايه؟ كويس جدا، دفعنا المرتبات والشغل ماشي. وايه اخبار البورصه؟ الحقيقه لسه، لكن بقالنا يومين السعر ثابت عند $4. يا مسهل يا رب. وساعتك هتيجي امتى؟ لسه شويه. طب مش هتديني حتى ولو نمرة التليفون؟ مش دلوقتي يا صبحي، هسيبك بقى عشان ما نمتش طول الليل. يلا سلام. الو. ايوه يا باشمهندس. لا خلاص جاي لك حالا. اوكي.